اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من سلسله ما لا يسعى المهندس جهله. اليوم انا بتكلم معاكم وبكمل كلامي في حلقه سابقه. احنا قبل كده اتكلمنا مع بعضينا عن الميكانيكس وقسمناهم، وعرفنا ان في حاجه عندنا حاجه اسمها الميكانيكس اوف سوليد. وقلت لكم لما تيجي تقول سوليد لازم تكون عندك فرضيه هل هو ريجيد ولا فليكسبل. هنا الحلقه دي انا هتكلم اقول لك الفرق بين كلمه الريجيد والفليكسبل او الريجيديتي والفلكسبيليتي. اول حاجه ناخد الترجمه بتاعت اللغه العربيه. كلمه ريجيد معناها جاسئ، والريجيديتي معناها الجساءه. الجساءه يعني ايه؟ يعني الجسم ده لا تتغير ابعاده مهما اثرت عليه من قوه. يعني no change in its dimension regardless the forces applied on the body. اي جسم تؤثر عليه بقوه، الجسم دوت مفيش تغيير لابعاده. هل في حاجه عندنا في الكون او في حاجه في حياتنا بتقابلنا كل يوم اللي انا مهما اثرت عليها من قوه ما تغيرش ابعادها؟ الاجابه لا. مفيش حاجه موجوده على وجه الارض ريجيد. كل الحاجات بيبقى فيها حته الفلكسبيليتي. ليه؟ لان كل الاجسام دي مش اجسام مصمته. كل الاجسام دي فيها فراغات وفيها الكترونز بتلف وفيها فراغات بس انت مش شايفها بعينيك. بس كل الاجسام دي فيها نوع من انواع الالاستيستي، فيها نوع من انواع ان انت لو ضغطت عليها هيحصل تغيير في ابعادها حتى لو مش ملحوظ لعينيك. كل الاجسام بيكون فيها فراغات، كل الاجسام بيبقى فيها نوع من انواع الالاستيستي، فما نقدرش نقول على اي حاجه ريجيد. طب ادام مفيش حاجه ريجيد، احنا ليه بنفرض ان في حاجه ريجيد؟ للسهوله. احنا بنسهل على نفسنا. فلما اجي ادرس كاستاتيك او داينامكس بقول ان هو ريجيد. بدرس عربيه تتحرك بقول ان ابعادها ما تتغيرش مثلا بالريزيستنس بتاع الهواء او باي قوه بتاثر عليها. فانا بسهل على نفس الامور. فعشان كده لما نيجي ندرس ستاتيك او داينامكس بندرس الريجيد بادي، بندرس ليه الاجسام الجسيئه، بنتخيل ان هذه الاجسام لا تتغير ابعادها. لو احنا دخلنا بقى في التكوين الداخلي للماده، ودخلنا بقى في الالاستيستي بتاعتها، ودخلنا بقى في قابليتها بقى للقص وقابليتها بقى للثني وقابليتها بقى للتنشن للشد والضغط، احنا كده بنتكلم في ميكانيكس اوف ماتيريال او بنتكلم في فلكسبيليتي. بنتكلم بقى في الالونجيشن، بنتكلم في الكونتراكشن، بنتكلم في علاقه الاستريس بالسترين، في السترينث، في الميكانيكس اوف ماتيريال. ده كده الحته دي احنا بنسميها الفلكسبيليتي. يبقى لازم نكون فاهمين ان احنا عندنا في دراسه للاجسام اللي هي الفلكسبل، احنا بنسميها ميكانيكس اوف ماتيريال او ستريس اناليسيس او وات ايفر. وفي دراسه احنا بنتكلم على الريجيد بادي اللي احنا بندرسه وهو ساكن وهو بيتحرك. لو في الفيديو دوت فهمت ايه الفرق بين كلمه ريجيد وكلمه فليكسبل، اعمل لنا لايك وشير، واكتب لنا لو انت عندك اي سؤال في الكومنتس، ولو عندك فكره جديده لاي حلقه حطها لنا في الكومنتس وممكن نضيفها في الحلقات اللي جايه.